بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زراعة بسيطة. النهاردة هنتعلم ونعرف مع بعض طريقة زراعة بذور البشملة. كنا عملنا كذا فيديو عن البشملة، فوائدها وازاي نخلي الشجرة تتكاثر وتدينا انتاج كبير. النهاردة هنتعلم طريقة زراعتها من البذور. شكل البذرة بتاعتنا هي دي شكل البذرة. اما بالنسبة لشكل الشجرة فهو ده شجرة البشملة. دي الورق بتاعها اهو، وهسيب لكم رابط الفيديو اللي فيه ثمار البشملة. هو ده دلوقتي بعد موسم الحصاد، هنلاقي فيه بعض الثمار بس مش كتير. النهاردة في الفيديو ده هنتعرف مع بعض طريقة زراعة البذور. زراعة البذور سهلة جدا. اهم حاجة ان تكون البذرة جاية من ثمرة تكون مستوية او ناضجة. تاني حاجة التربة اللي احنا هنستخدمها تكون خفيفة. بنحفر لها زي ما انتم شايفين كده، بنحط كذا بذرة عشان لا قدر الله لو في بذرة ما نفعتش يبقى التانية شغالة. ده اهم حاجة. طبعا زي ما بنقول في كل فيديو، اهم حاجة التربة تكون غنية وخصبة عشان تدينا انتاج كويس. يعني عشان البذرة تشتغل اسرع لازم طبعا، ده بالنسبة لزراعة اي حاجة. التربة اللي احنا بنستخدمها طبعا زي ما تعودنا مع بعض تربة الكوكوبيت او الياف جوز الهند. تربة خصبة غنية خفيفة سريعة في الانبات. طبعا زراعة البذور سهلة. بنحط البذرة اهي بالطريقة دي. احنا معانا 5 بذور، هنشوف هيشتغل منهم كام بذرة في الاخر. وارد يشتغلوا كلهم ووارد يشتغل بذرة واحدة بس. بعد طبعا ما زرعنا بيتم ريها. من الحاجات المهمة في زراعة البذور وهي تطعيم الشجرة بعد ما تطلع. هنتعلم برضو ده كله ان شاء الله معانا، بس استمروا في الفيديو واحدة واحدة. ده اول حاجة زراعة البذور. هنسيبها ونشوفها هتطلع بعد ايه قد ايه ونرجع لكم تاني. بعد مرور حوالي شهر ونص تقريبا، ده كان شكل شجرة البشملة معانا. في بعض المشاكل في الورق طبعا بسبب ان انا كنت اهملتها شوية وبسبب قلة الري ما شاء الله، لكنها شغالة وشجرة قوية الحمد لله. عود قوي. زراعة البذور فعلا سهلة جدا. اهم حاجة العناية طبعا في البداية بس. يعني ده انا اعتنيت بيها في البداية، لكن بعد كده اهملتها شوية فبالتالي الورق اتأثر بسبب الصقيع. هنشوف برضو الجذور بتاعتها معانا اهو. هنشيلها معانا. جذورها وتدية وقوية جدا، يعني ما شاء الله. شايفين طولها قد ايه كمان. يعني يعتبر الجدر وصل لنهاية القصيص. في الفترة دي ممكن ننقل الشجرة دي للتربة الدايمة او لقصيص اكبر عشان المجموع الجذري ياخد مساحة وبالتالي الشجرة تكبر. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وان شاء الله تابعونا في فيديوهات جاية كتير. هنتعلم طرق الزراعة المختلفة ونعرف اكتر تطعيم شجرة البشملة في الفيديو القادم بإذن الله. هنرجعها تاني وبعد كده ننقلها لقصيص ان شاء الله اكبر. شكرا لمتابعتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.